السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. صورنا لكم الانتريه دوت وهو كان لسه خشب، وقلنا لكم هنصور لكم بداية الشغل فيه، والنهاردة بدأنا في الارضيات. طبعا الانتريه ده كان الكنبة ومعاها كرسيين دوران ومعاها كرسي واحد تاني فرداني، موديله مختلف عن الكرسيين التاني. يعني هما 3 كراسي وكنبة، بس في كرسي شكله مختلف عن الكرسيين التانيين. تمام. احنا بدأنا الارضيات كده زي ما انتم شايفين. اول حاجه بنشد استك على الخشب من تحت، وبعدين بنحط السفنج بتاعنا وفوقيه القماش، طبقه القماش كده، وبيتشد زي ما انتم شايفين. طبعا من عند كل خشبه كده بيتجرح القماش جرح صغير عشان ايه يتدبس كويس من كل مكان. تمام. ده بالنسبه للكنبه. تعالوا بقى نشوفوا الكراسي. وده الكرسي بتاعنا، ده الكرسي الفرداني اللي قلت عليه اللي شكله مختلف. ادي القاعده بتاعته مربعه كده، والظهر بتاعه كمان جاي بدوران كده، هيبان اكتر. طبعا هو ممكن يكون الشكل مش باين قوي عشان وراه خشب وكده، فالمساحه هنا هي اللي بتحكمني. فتعالوا اوريكم الكرسيين التانيين اللي شبه بعض. ودولت الكرسيين اللي شبه بعض زي ما انتم شايفين. الظهر جاي بدوران ازاي، والقاعده كمان مدوره، وهنا اتعمل الدهور ولسه القاعده هنا شادين عليها استك كده، وهوريكم السفنج بتاعها معمول ازاي. تمام. من ورا كده متشطب بالفليتو. تمام. تعالوا بقى اوريكم القاعده بتاعته معموله ازاي. وادي القاعده بتاعته. طبعا ده سفنج فايبر هايبر، واخد فوقيه طبقه فايبر، وبعدين الكسوه بتاعته بتتفصل على مقاس السفنج بالظبط، بتعمل بفليتو زي كده او كاردون. والسفنج الهايبر اللي هو ده صورته لكم في فيديو قبل كده واتكلمت عليه، اتكلمت على الفرق بين الهايبر والسوفت. تمام. دي كده القاعده بتاعت او الشلته بتاعت الكرسي اللي هو ده. تمام. ده كده الانتريه والفرداني، الكرسي الفرداني اهو، والكنبه اهي. تمام. اراضي متشطبه لسه بقى الدراعات والدهور وكده، ودوت الدهور بتاعته اتشطبت، والقاعده زي ما انتم شايفين معموله اهي واحده، والتانيه لسه بنعمل. تابعوا معانا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، هيبقى فيه التشطيب بتاع الانتريه، وهحاول اصور لكم خطوات التنجيد واحده واحده على قد ما اقدر، ولو ما قدرتش هصور لكم الفينش بتاع الانتريه. وبالنسبه للناس اللي بتسال في شحن للمحافظات، ايوه في شحن يا جماعه. الشغل بيبقى في تواصل على الواتساب مثلا مع زوجي، والعميل بيبعت صوره الموديل اللي هو عايزه، وبعد كده بيتم الاتفاق يعني. ولما يتم الاتفاق الشغل بيتعمل، و بعد ما بيتشطب بيروح الشغل، بيسافر في عربية شحن مقفولة. العربية بتبقى ارتفاعها 6 متر ومقفولة خالص. الشغل بيبقى محطوط على راحته جواها عشان ما فيش اي حاجة تتجرح ولا اي حاجة تتقطع ولا المشاكل اللي بنسمعها من الشحن دوت. تمام كده. ففي شحن لجميع المحافظات جوه مصر. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم النهارده، وهسيب لكم رقم الواتساب تحت الفيديو في الوصف. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.